في بداية الألفية وتحديدا مع مطلع سنة 2000 لم يكن اسم المغرب يذكر في التقارير صناعة الطيران العالمية. الطائرات كانت تصنع في مصانع عملاقة بأوروبا وأمريكا، وأقصى ما يمكن تخيله هو أن المغرب قد يكون سوقا يشتري الطائرات، لا دولة تساهم في صنعها. لكن في تلك الفترة كان هناك تفكير استراتيجي مختلف. كيف يمكن للمغرب أن ينتقل من اقتصاد يعتمد على القطاعات التقليدية إلى اقتصاد صناعي عالي القيمة؟ كيف يمكن خلق وظائف للمهندسين الشباب؟ وكيف يمكن تقليل التبعية للاستيراد وبناء استقلال صناعي تدريجي؟ الجواب كان واضحا: الدخول إلى صناعات معقدة حتى لو كانت صعبة في البداية. ومن هنا بدأت القصة. في سنة 2001 بدأت أولى الاستثمارات المهمة في قطاع الطيران بالمغرب، مع استقرار وحدات إنتاج تابعة لمجموعات مختلفة عالمية طبعا مثل صفران. في البداية كان التصنيع يركز على أجزاء قد تبدو بسيطة مثل أسلاك الطائرات، أجزاء معدنية صغيرة، مكونات ميكانيكية دقيقة. ولتبسيط الفكرة، أسلاك الطائرة ليست مجرد كابلات، هي شبكة معقدة تشبه الجهاز العصبي في جسم الإنسان، تنقل الإشارات بين قمرة القيادة والمحركات وأنظمة الملاحة. فأي خلل فيها قد يعني فقدان التحكم في نظام أساسي. إذن حتى أبسط جزء في الطائرة هو منتج عالي التقنية. فلماذا اختار المغرب هذا المجال أصلا؟ هنا نقطة مهمة في القصة. المغرب لم يدخل الطيران بالصدفة، بل لأسباب واضحة. أولها خلق وظائف عالية التأهيل عوض الاكتفاء بصناعات منخفضة القيمة. كان الهدف أصلا هو توفير فرص لمهندسين وتقنيين برواتب أفضل. ثانيا، نقل تكنولوجيا العمل مع شركات مثل إيرباص تسمح باكتساب خبرة صناعية بمعايير عالمية. ثالثا، تنويع الاقتصاد، تقليل الاعتماد على الفلاحة والقطاعات التقليدية، وبناء اقتصاد صناعي أكثر استقرارا. رابعا، الاستفادة من الموقع الجغرافي، فالمغرب يبعد ساعات فقط عن أوروبا، فبالنسبة لشركة أوروبية يعني لها المغرب تكاليف أقل، وقت نقل أقصر، وتقليل المخاطر اللوجستية. كانت رؤية بعيدة المدى وليست مشروعا قصير الأمد. مع حلول العقد الثاني من الألفية بدأ القطاع ينضج شيئا فشيئا. تم إنشاء مناطق صناعية متخصصة، وتزايدت عدد الشركات، وتكون جيل جديد من المهندسين المغاربة المدربين على معايير الطيران. لفهم أهمية ذلك يجب أن تعرف أن صناعة الطيران تخضع لمعايير صارمة جدا، فأي مصنع يريد العمل في هذا المجال يجب أن يحصل على شهادات جودة خاصة بالطيران تختلف عن أي صناعة أخرى. بمعنى آخر، المغرب لم يكن يبني مصانع فقط، بل كان يبني ثقة دولية. بعد سنوات من التراكم لم يعد المغرب يكتفي بالأجزاء البسيطة، بدأ إنتاج مكونات أكثر تعقيدا مثل أجزاء المحركات وأنظمة الهبوط. ولتوضيح أهمية أنظمة الهبوط، تخيل طائرة تزن 200 طن تهبط بسرعة عالية. كل هذا الوزن والطاقة يجب أن تمتصه العجلات، لكنها ليست عجلات سيارة مكبرة، هي نظام متكامل يحتوي على ممتصات للصدمات، أنظمة هيدروليكية، وآليات طي وفتح حساسات الأمان. عندما تقرر شركة بحجم صفران إنشاء مصنع لأنظمة الهبوط في المغرب باستثمار يفوق 3 مليار درهم، فهذا إعلان واضح: المغرب بلغ مرحلة الثقة الصناعية العالية. فهل نحن في نفس المرحلة التي مرت بها دول أخرى؟ لننظر إلى التجارب العالمية.
البرازيل بدأت بصناعة أجزاء في الستينات، ثم أسست سنة 1969 الشركة المسماة إمبراير. كندا كذلك طورت صناعات فرعية، ثم ظهرت ما يسمى بومباردير. والصين كذلك بدأت كمصنع ومورد، واليوم لديها كوماك. كل هذه الدول مرت بمرحلة تجميع الخبرة قبل أن تنتج أو تنتج طائرتها. المغرب اليوم يبدو في هذه المرحلة تحديدا. ماذا ينقص المغرب إذن ليصنع طائرة كاملة؟ لتبسيط الصورة، صناعة طائرة كاملة تشبه إدارة أوركسترا ضخمة، تحتاج إلى مهندسي تصميم، وكذلك مختبرات اختبار وتطوير إلكترونيات طيران، وهي أنظمة الكمبيوتر داخل الطائرة. تحتاج أيضا إلى محركات معقدة جدا وشهادات اعتماد قد تستغرق سنوات. المغرب إذن يمتلك اليوم البنية الصناعية والشركات، لكن ما ينقصه هو شركة وطنية تقود هذا المشروع، وكذلك برنامج استراتيجي طويل المدى واستثمار ضخم في البحث العلمي. إذن فنحن أمام مرحلة قد نسميها الاستعداد للإقلاع. لماذا هذه اللحظة الحالية حاسمة في تاريخ صناعة المغرب للطائرات؟ هذا سؤال شرعي يمكن سؤاله. بعد جائحة كورونا ظهرت مشاكل كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، فالشركات الكبرى مثل إيرباص وبوينغ أصبحت تبحث عن تنويع مواقع الإنتاج. المغرب اليوم يقدم قربا جغرافيا كما سبقنا أن قلنا من أوروبا، واستقرارا سياسيا، وطاقة متجددة بأسعار تنافسية. يد عاملة أصلا مؤهلة في عالم مضطرب. هذه العوامل تصبح اليوم ميزة استراتيجية. لنفهم أكثر الهدف بشكل جيد لابد لنا أن نطرح سؤالا: إلى أين تتجه القصة؟ قصة الطيران في المغرب لم تصل إلى نهايتها بعد. هي قصة بدأت سنة 2001 بخطوات صغيرة وعملية، توسعت في سنة 2010 ببناء المنظومة، وتعززت في 2020 بدخول المكونات الحساسة، واليوم في سنة 2026 دخل نظام هبوط الطيران. اليوم المغرب ليس مجرد مصنع أجزاء، بل لاعب صناعي موثوق داخل واحدة من أعقد الصناعات في العالم وربما في التاريخ. هل سيصل المغرب إلى مرحلة يوما ما لتصنيع طائرة مغربية؟ ذلك يعتمد على قرار استراتيجي كبير، لكن إذا استمر المسار بنفس الثبات فإن رؤية طائرة تحمل يوما عبارة صنع في المغرب لن تكون حلما بعيدا، بل نتيجة طبيعية لمسار بدأ منذ أكثر من 20 سنة وصعد تدريجيا نحو السماء.